السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا رب. مرحبا بكم في قناة الطبخ الصحي الأمازيغي. اليوم إن شاء الله بغيت ندير معكم بعض الوصفات لشهر رمضان إن شاء الله. قبل ما نبداو في هذه الوصفات كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة ما ينساوش يشتركوا في القناة ويخليوا لي واحد اللايك فضلا وليس أمرا. نبداو على بركة الله. غنبدا ان شاء الله بالشوربه. انا هنا عندي الكرات اللي قطعتها على هذا الشكل هذا. انا راه درت واحد الكميه كبيره ديال الكرات لان هاد الشوربه هذه ما فيهاش بزاف ديال الخضره. كنزيد هكا شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الماء باش ضروري في هاد الشوربه نديرو الكرات هكا. هكا نشحرها شويه باش هاد الشوربه هذه تجي هكا بنينه. صافي من بعد ما تشحرت كنزيد الخضره اللي عندي. هنا عندي شويه ديال البسباس وشويه ديال الجزر او خيزو اللي قطعته قطع هكا صغيره. وكنزيد واحد القريعه خضراء اللي حتى هي قطعتها على هذا الشكل هذا. صافي كان انا غندير هاد الشوربه هذه بالنكهه ديال الكروفيت. كنزيد داك الماء اللي سلقت فيه الكروفيت صافي. وكنزيد هكا العطريه العاديه، ما دايره شي عطريه مختلفه ولا، المهم العطريه العاديه، الخرقوم، الملحه، سكنجبير، الابزار، القزبور اليابس، المهم العطريه العاديه كما قلت لكم. صافي وغنردها هكا طيب. هنا من بعد ما وجدت اولا طابت صافي كنزيد داك. هنا راه صافي طفيت عليها. كنزيد داك الكروفيت صافي غير بداك الصهد ديال الطنجره. راكم عارفين الطنجره ديال الطين راه كتشد هكا السخونيه صافي. وكنقدمها هكا في الزليفات. هي راه واخا كتبان لكم هكا بحال هي هاد الشوربه هذه معروفه، راه كتجي هي بحال هكا فيها هاد الخضره هذه وكتجي بحال الماء، ولكن راه كتجي بنينه. هنا عندي الحوت، عندي السيبيه. غندير هاد السيبيه غنديرو الكفته. كناخدو هكا كنقطعو على داك الشكل باش يجيني هكا ساهل في الطحن. وكنطحنو في هاد الهشوار هذا. هنا البصله قطعتها شرائح وكنديرها في الطاجين كما كتشوفوا. كنزيد معاها شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت الزيتون. وكنرد هاد الطاجين هذا باش يتشحر. ضروري نديروا هاد العمليه هذه، نشحروا هاد البصله مزيان مع. وكنزيد هنا الثومه. اسمحوا لي ما ذكرتهاش في في الاول. المهم درت الثومه والزيت و وشويه ديال الماء. صافي. انا من بعد ما دابا رديت الطاجين كيطيب، هنا الكفته كندير ليها العطريه ديال الحوت، القزبور، الثومه، الملحه، الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، درت شويه ديال الهريسه، المهم العطريه العاديه. التحميرات حتى هي نسيتها. المهم راه كلشي كيعرف هكا العطريه ديال الحوت. وكنزيد هنا شويه ديال القرفه لان هذا الحوت هذا غنديرو المهم غنديرو حلو. وهنا شويه ديال الكمون اللي دائما الكمون انا في الحوت كيعجبني غير نحكو هكا بين يديا كيخلي واحد البنه. كما قلت لكم هذا الحوت هذا غنديرو هكا حلو. انا الصراحه هذا الحوت هذا اولا هذا الطاجين هذا كنت كنديرو بالسردين وكيعجبني بالسردين احسن من هذا الحوت هذا. صافي ديك البصله من بعد ما تشحرات اولا نزلات كل واحد واش كيقول. كنزيد ليها واحد الكميه ديال الزبيب. كتبغي هكا واحد الكميه ديال الزبيب وصافي. وكندير ليها هكا العويدات ديال القرفه وكنرجعها باش تعسل. ضروري ديروا هذه العمليه مثلا الا درتوها مع الكفته ديال السردين كما قلت لكم كتجي معاها احسن من. عجبتني الكفته ديال السردين على هذا الحوت هذا، حيت انا هاد الحوت هذا اول مره غندير ليه هاد العمليه. الصراحه انا غير
صافي طاحت عليا هاد الفكره. انا اي حاجه الفكره اللي طاحت عليا على بالي كنديرها. هنا راه درت العطريه كامله. انا يسحب ليا كنصور، ولكن راكم عارفين هادشي ديال التصوير. صورت في التليفون، شعل التليفون صافي، ما بعض المرات كتنساي واش كنصور انا يسحب ليا واش التليفون شاعل اولا الكاميرا. المهم راه الطاجين درت ليه حتى هو العطريه اللي درت في الحوت: الخرقوم، سكنجبير، شويه ديال القرفه، شويه ديال الثومه، شويه ديال الربيع. صافي عملت هاد الكويرات هادو في الطاجين، وكنزيد هكا شويه ديال الزبيب اللي بقى ليا. وهنا ملي كيطيب مره كندير هاد العمليه هادي. كناخذ هكا هاد لاصوص هذا اولا هاد المرقه هادي، كنبقى نديرها على الطاجين ولا على الكفته، باش ديك الكفته تشرب ديك المرقه وتجي هكا بنينه. هنا من بعد ما وجدت الطاجين صافي كندير هكا غير شويه ديال الربيع من الفوق، وكندير هكا واحد الطريف ديال الحامض. هاد الطاجين هذا ما كيبغيش يكون فيه الماء بزاف، كيبغي هكا يجي مجمر كما كنقولوا، تجي المرقه ديالو خاطره بداك الزبيب والبصله كما قلت لكم. كيجي هكا زوين، حلو وملح في نفس الوقت. صافي هنا غندير معكم واحد الفلون. هنا عندي هاد الليمون هادو، نتوما ديروا الليمون اللي عندكم. كندير كل مول كندير فيه واحد المعلقه ديال دبس التمر، وكندخلهم للمجمد. ضروري ديروا هاد العمليه من بعد ما كندير داك دبس التمر، كندخلهم للمجمد باش ملي نخوي داك الفلون هكا ما يطلعش لي، داك العسل ما يطلعش لفوق. هنا بغيت نديرو بحليب الكوك. صافو قلت انا نديرو معكم. درت الكاس ديال الكوك، وكندير معاه 3 الكيسان ديال الماء يكون طايب ضروري. صافي كنخليه ساعه ساعتين. كل ما خليتوه كتر داك الكوك كيطلق، وملي كنطحنوه كيطحن معنا دغيا. هنا راه كنطحن فيه. من بعد ما طحنته كنصفيه كما العاده دائما. راه فايت ليا درت معكم حليب الكاوكا وحليب اللوز نفس العمليه، غير الكوك كنديروا معاه الماء طايب. هنا في هذا الفلون هذا انا غنديرو بالتفاح. كندير المهم كنرجع داك الحليب في الطحانه. راه ما غسلتها ما والو، حيت يلا درت فيها داك النهار نيت حليب الكوك. صافي كنطحن داك التفاح في الطحانه، كنطحنو مزيان وكنصفيه هكا باش حتى الا كانت ديك التفاحه مثلا ما طحناتش مزيان ولا شي حاجه كطحن. هنا راه درت 3 المعالق ديال دبس التمر، ولكن انا ما عرفت تمسح ليا داك المقطع ملي درت 2 معالق اخرين. وكنزيد هنا 2 معالق ديال نشا الارز اولا دقيق الارز. صافي وكنرد هاد التحليه هذه فوق البوطه. ضروري نبقاو ما نحيدوش يدينا من التحرك. صافي كنحركو حتى كتبان لينا ديك التحليه اولا داك الخليط هكا بدا كيتقال شويه. نخليوه نيت حتى ما نخويوش هو جاري. خاصنا نخليوه نبقاو نطيبو فيه حتى كيجينا هكا شويه ثقيل. صافي وكنخويوه في دوك الليمون اللي كنت انا درتهم في الثلاجه قبل ما ندير هاد التحليه هذه. صافي وكنخليهم غير في المطبخ حتى كيبردوا شويه، عاد كندخلهم المجمد. صافي التحليه ديالها من بعد ما بردات كنقلبها هكا في الطبسيل، وكيجي داك دبس التمر هكا فوق منها سايح كما كتشوفوا. جات هكا بنينه وجات حلوه. والحلوه نتوما كتحكموا فيها، بغيتوها حلوه ما بغيتوها ناقصه، نتوما كتحكموا في الحلاوه ديالها. صافي هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. خواتاتي ما تنسوناش من الدعاء، اني احبكن في الله. السلام عليكم ورحمه الله.